بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني في كل مكان على قناة شيتوس فاميلي، ونبدأ معاكم بوصفتنا السهلة البسيطة، وأتمنى تعجبكم وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واعملوا فولو للقناة لو مش عاملين. ونبدأ بسم الله. أكلتنا النهاردة عبارة عن كبسة سعودي. أنا معايا أفخاد دجاج ومعانا رز بسمتي، وهنحتاج من المقادير مرق الدجاج وتوم وفلفل حراق وصلصة وفلفل ألوان مكعب زبدة وطماطم وبصل وجزر. والبهارات هنحتاج ورق لورا وقرفة وبهارات السبعة والملح وفلفل أسود وبربكة وسماك وزنجبيل وجوز الطيب. فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الأعزاء مرة تانية. نزلنا بمكعب الزبدة وهننزل بمعلقة زيت زيتون معاه. هنشوح البصلة أول حاجة لحد ما تحمر وتدبل، ودلوقتي هننزل بالثوم بعد البصل محمر، وهننزل بالجزر، ودلوقتي الفلفل الألوان، ودلوقتي الطماطم، ودلوقتي الصلصة، ودلوقتي المرقة، الفلفل الحراق، ودلوقتي هننزل بالبهارات، ودلوقتي هننزل بأفخاد الدجاج. وبعد ما شوحناها شوية هننزل بالمية السخنة. ورجعنا ليكم تاني مشاهدينا الأعزاء بعد الفراخ ما استوت. أفخاد الدجاج هنشيلها وننزل مكانها بالرز. نزلنا بالرز زودناه شوية مية، دلوقتي هنسيبه يستوي. فاصل ونرجع لكم. هنعمل طحينة. هنحتاج حمص وطحينة وعصير ليمون وبابريكا وملح وسماك وكزبرة وفلفل أسود وفصين توم. فاصل ونرجع لكم. هننزل بالحمص الأول، هننزل بالطحينة، هننزل بالثوم، دلوقتي عصير الليمون، آخر حاجة البهارات. هننزل بشوية مية. هنضرب كل المقادير مع بعض. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد ما اكلتنا خلصت. ده الشكل النهائي للكبسة بتاعتنا. عملنا جنبيها سلطة طحينة. اتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم. شكرا لمتابعتكم، متنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب واعملوا فولو للقناة لو مش عاملين، واشوفكم على خير في حلقة جاية وفي امان الله.